بص يا مهمش في الارض ومهمش في كرة القدم عموما، جمهور نادي الزمالك البائس. احنا فوجئنا ان انتم امبارح طالعين تتنططوا وفرحانين بخسارة سيد القارة وصاحبها النادي الاهلي العظيم، وكل ده بسبب غباء مدرب. احنا قلنا له خلاص انت كده فلست وشطبت، وانت اللي خليت الناس دي بعد ما فصلوا النت عنهم طلعوا تاني وظهروا من جديد، لان الناس دي بقى لها فترة قاعده بتاخد على دماغها بس، ومش لاقي حاجه في حياتها تفرح بيها، لدرجه ان هي نسيت فريقها اللي هو ودع كل البطولات وبعد عن كل المنافسات كالطبيعي بتاعه كل سنه، وبداوا يشجعوا فرق تانيه قد يكون مش لاقيين حيله غير كده. بس انا عايز اقول لك الاختلاف ما بيني وما بينك كتير وبعيد كل البعد، وعمرك ما هتعرف توصل لربع تفكيري او ربع انجازاتي. ليه بقى؟ انت راجل زي ما قلت لك في اول الفيديو، راجل انا معتبرك مهمش نظرا للي انت قيمتك في الكره المحليه والكره الافريقيه بعيده تماما عني، سواء في عدد البطولات او في الانجازات او في نجاحات النادي ككل. انت نادي فاشل بالوراثه، الزمالك للفشل الذريع، الزمالك متمرس في وقف القيد، الزمالك بيضحك على جمهوره فقط لا غير، الزمالك ملوك الشماعات، الزمالك ملوك النغمات، جمهوره مغلوب على امره، فطبيعي ان هو يفضل عايش في حب وبؤس النادي الوديع ده. انا دي مش مشكلتي، انا الفرق ما بيني وما بينك فرق بعيد جدا. انا راجل كل سنه باخد البطولات كلها، وكل سنه بلعب كاس عالم للانديه، وكل سنه بنافس على جميع البطولات اللي انا باخدها، فطبيعي لما اطلع في موسم سيء زي ده لازم ازعل ليه؟ متعود ان انا ابقى كل سنه على كل منصات التتويج وبفوز بكل البطولات. وانت تختلف عني ايه؟ اللي انت كل كام سنه لما بتصحى من الغيبوبه اللي فريقك جايبها لك ومسببها لك والاكتئابات اللي جالك من فريقك، لما بتصحى بتلاقي الزمالك خد بطوله. خير اللهم اجعله خير، معقوله اللي بيحصل ده؟ طب هو احنا كزمالك المصري اللي خدها ولا الزمالك الاردني؟ لما بتعرف كده يا سلام، بيحسسوك بقى ان دي براءة اختراع زي بتاعة العلماء زمان اللي كانوا بيعملوها، بيحسسوك بالمؤامرات الكونية، لازم يعملوا في الموضوع تجارب ومعامل وتحاليل. ده الزمالك بيتحارب وبيعملوا علينا تجارب، ده الزمالك بيمشي عكس التيار وكان واخد مركب من نهر النيل ونزل بها في التحرير.